السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ احنا النهاردة هنتكلم عن رؤية الفطير المشلتت في المنام، عشان هي جات لي كتير في التعليقات. صلوا بينا على النبي يا حبايبي. رؤية الفطير المشلتت يا جماعة رؤية غير محمودة، لأنه دلل على متاعب، دلل على أحزان، دلل على بتبقى في وفاة، دليل على لان هو مش فيه خميرة، من نوع العجائن اللي هي مش فيها خميرة، زي البسبوسة زي الهريسة، دول اللي ما فيهمش خميرة. احنا قلنا العجائن اللي فيها كل من كان فيها خميرة او بيكنج باودر دي رؤيتها محمودة. اما الفطير والبسبوسة فرؤيتهم دل على الهم والمشاكل والاوجاع والضيقة وقلة الرزق، ودل على سماع وفاة حد، يعني رؤيته غير محمودة بالمرة. رؤية الفطير المشلتت يا جماعة، لأنها في ناس بتقول إن هو رزق، لأ، لأن هو معموله كل بتحس إن تحطي رق على رق على رق على رق عمال ما تعملي الفطيرة، فبتخش كلها لعبكة في بعضها، فده وما بيخمرش، تبقى مشاكل داخلة وهموم في بعضيها وهم. فرؤية الفطير يا جماعة رؤيته غير محمودة بالمرة، عشان في ناس تقول ده رزق ومش لا، هو رؤيته يعني لما بنشوفه، يعني الافضل ان انت لما تشوفي الفطير في الرؤية يا ريت ان احنا نصلي وندعي، لان الدعاء بيمنع القدر، فان احنا نصلي وندعي علشان ربنا يحوش اي حاجة وحشة عننا بإذن الله. فدي رؤية الفطير يا حبايبي، والله اعلى واعلم. يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس، وعندكم كلمة الاشتراك بالاحمر يا جماعة تشتركوا، واللايك يا حبايبي عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بعمله. واللي عنده اي تفسير او اي رؤية تحت في الفيديو، تحت في الكومنتات يكتب لي، وان شاء الله انا هكون معاكم وهرد عليكم باذن الله.